سيمون، لدينا يورينتي، كوبارسي، لابورت وكوكوريا، ولدينا مربيرة كثيرة. هذه كرة في هذا المكان وكرة القدم. طبعا اقليم كاتالونيا كان يطالب بالانفصال. هذه كرة في هذا المكان، محاولة قائمة، الكرة بكرة ليورينتي، فرص حتى الآن غير موجودة، في تقدم، كرة تلعب الخلف، وصلت إلى بدري، نقلت للأمام، إبعاد في الكرة الماضية، طبعا مرتدة علها تحدث فرحة مدوية كما فعلت السنغال. انطلاقة هنا في هذا المكان عن طريق اللاعب بدري، يفقد كرته، ولكن اوريزابال يفقد كرة الماضية، تعود، الله الفكرة ضيع عليكم طبعا الصراع القديم ومتجدد. 37 دقيقة على زمن شوط المباراة الأول بدون خطير، لا شك في ذلك. يلعب أيضا في طبعا في هذا المونديال. كرة تعود الخلف، الضغط على حامل الكرة، كرة تلعب مع سبيشل. هذه محاولة أيضا هذا بدري، محاولة التقدم، الكرة العرضية، الكرة تلعب، التسديد تحكت، ولا مباراة في المونديال حتى الآن انتهت بالتعادل. رودري يأتي بكرة جميلة، تنقل، الأخطر بعد ذلك للأمام، كرة تفقد، تعود لإسبانيا، التسديدة السهلة. المنتخب الضيف الجديد يتقدم الآن، وبعد ذلك مستمر. هذه كرة لفيران توريس للأمام، كرة لا زالت قائمة، والمحاولة الكرة الماضية تنقل الآن إلى بدري في هذا المكان. الكرة منتخب الرأس الأخضر تلعب وتعود، ويأتي كثير من لاعبي برشلونة، هذا واحد منهم. هذه كرة في هذا المكان، والكرة بعد ذلك كرة الخلف الآن. هذه محاولة، هذه بداية، كرة تلعب للأمام، ولكن بينما المنتخب الجديد الضيف الجديد على المونديال يعلم بأنه هذه انطلاق الكرة الآن، وتلعب وتصل بعد ذلك أخضر أمام الأورجواي أول بطل لكأس العالم. هذه كرة تلعب الآن، تبقى الكرة لفيران توريس، يدافع جيدا حتى الآن منتخبي الرجل. الأتلتيكو مدريد أكثر من تعب برشلونة هو أتلتيكو، خطير، في هذا المكان، لافوريا روخا في تقدم، في مرور، في كرة تلعب الآن، ولا زالت قائمة، ولا زالت محاولة المرور في الكرة الماضية. هل من مفاجأة؟ تعيد الكرة لإسبانيا، تنقل وتصل لفيران توريس، وبعد ذلك في الدولي، وبعد الأرجنتين مع ميسي، ضربة ركنية تلعب عالية، ويضع يده على صدره ويأتي بكرة عالية، والرأسية تحضر كابرال، يتقدم الظهير الأيسر، يفقد كرته في هذا المكان، لكن محاولة، عندك كرة تلعب للأمام الآن، وحارس مرمى أونايسي بثبات كبير في المباراة الآن. الكرة اللي كانت سهلة، هذه السيطرة، ماذا يكتب لها؟ ماذا تنطلق الآن؟ وهذا الرويز يأتي بالكرة الماضية. بالمناسبة في البرتغال والكل يعلم بأن الكثير من الطموحات من شعب كامل، كرة من ضربة وصلت سهلة لحارس مرمى في سن 40. هذه محاولة ظهير الأيسر في معاناة كبيرة، هذه محاولة، كرة فوزين، كرة تلعب من ضربة ركنية عالية خطيرة، يأتي لبعض، محاولة مستمرة، كرة تلعب عالية، والأهداف الثمانية هي أقل، 3-0 في 2014، خطيرة بران، هذا المرة تصل الآن وتنقل وتصل بعد ذلك، ولدينا مرور لبدري، هذا بدري، هذه كرته، هذه كرة جميلة لإسبانيا في المكان الخطير، التسديدة تحت، لكن المحاولة مستمرة للإسبان، الكرة عالية، وفابيان رويز، فابيان القدم اليسرى اللي تعطيك الفارق. الضربة الركنية تلعب لصالح منتخب إسبانيا، مستمر، يأتي بالعرضية، خطيرة بالراس، لا زالت قائمة كذلك عن طريق يورينتي للخلف، محاولة التسديد، هذه سجل سوبر هاتريك، هذه كرة تلعب للأمام من جانب بابينا، وخطأ، والكرة تعود الآن لمنتخبي. قطع البشاميليكو بتاعنا بقى، وبسم الله ما شاء الله اخواتي، خرطة بشاميل طالعة لوحدها كده، لازم نسيب البشاميل فترة كده يبرد شوية عشان يطلع معانا خرطة بخرطتها كده. واحد بشاميل كباب هتاكله مش هتعمل لأي حد حساب. بص الكلام بقى عامل ازاي، بص الكلام عامل ازاي، جوسي وعامله ازاي، شوية الكباب بقى والصوص البني ده عامل وضع جوه زي ما انتوا شايفين. اللهم اني صايم، طبعا انتوا عارفين ان انا مش هعرف ادوق حاجة كده، اقسم بالله واحد بشاميل
مفيش موضوع. واحد بشاميل في الجنجاه. يلا اخواتي مستنيين ايه؟ اعملوا الوصفه وانا متاكد ان هي هتعجبكم جدا. اهم حاجه نصلي على النبي في الكومنتات وندوس لايك. انجو عليك يا اخواتي، ما تدوسوا لايك بقى. صلوا على النبي يا اخواتي وكل سنه وانتم طيبين. وافتحي لجوزك الباب واعملي له بشاميل بالكباب. معايا لحمه ايه عشان الكباب لازم تبقى حمراء بالطريقه دي. هنقطعها لمكعبات صغيره، يعني معلش خلي طولة بال معانا كده عشان ده هيبقى في البشاميل، فنقطعها مكعبات. البشاميل بتاعي بشاميل بالكباب، فمش هينفع ان انا اصغره اكتر من كده او ارفعه اكتر من كده. في حله او جريل او طاسه هننزل بشويه زيت عشان نعمل الكباب بتاعنا. ننزل ببصلتين كبار ابيض، بصل ابيض مش بصل احمر، نديهم تقلبتين 3 كده. انا عايز البصل ده يغير لون معايا عشان لون الكباب، انا عايزه يبقى بني، فلازم احرق البصل بس ما احرقوش قوي يعني. كده البصل معايا تمام جدا، مش هحرقه اكتر من كده عشان لسه هنزل عليه اللحمه تاخد صدمه. ننزل باللحمه نديها لفه كده مع البصل عشان برضو تاخد صدمه من جميع النواحي. كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين البصله بصوا غمقت، عملت اللون البني اللي انا عايزه. اللحمه كلها نزلت السوائل اللي فيها تمام. هنزل عليها بالبهارات، ملح وفلفل. انا هديها بشره جوز الطيب. ابشر يا ريس. نغطيها بالميه كده سخنه من الكتل، تكون سخنه. تقليبه كده ونسيبها تعيش حياتها. كده كباب الحله الحشو بتاعي بسم الله ما شاء الله شايفينه عامل ازاي. كده استوى خالص. نبتدي نعمل البشاميل. ننزل بمعلقه سمنه كبيره، معلقتين كبار من الدقيق بسم الله. اديهم تقليبه كده. انا عايز السمنه تسحب الدقيق بتاعي يتحمص. ايوه. ننزل باللبن بسم الله، كوبايتين من اللبن. نديها تقليبه. قطعتين جبنه مثلثات، شويه كريمه لباني بسم الله. نديها تقليبه. ملح وفلفل. قلب كويس جدا. كده البشاميل تمام جدا بسم الله. كده البشاميل نجح معايا. هننزل على المكرونه بتاعتنا بالبشاميل، نقلبها كويس جدا كده. ننزل في ارضيه الصينيه كده بالبشاميل، يبقى البشاميل اللي معانا في كل حته. ننزل بالمكرونه البشاميل ونديها برضو بشاميل من النص كده. ننزل بقى بكباب الحله كده، شايفين اللون عامل ازاي. ننزل بالرق التاني كده من المكرونه. نغرق بقى بشاميل يا باشا، غرق. اديها شويه جبنه موتزاريلا من فوق بقى كده، وفي الفرن على درجه حراره 160 لمده ربع ساعه، وهتدعي لاخوك. وبسم الله ما شاء الله هنسيبها تبرد خالص عشان نطلعها الخرطه بخرطتها، ونقطع البشاميليكو بتاعنا بقى. وبسم الله ما شاء الله اخواتي خرطه بشاميل طالعه لوحدها كده. لازم نسيب البشاميل فتره كده يبرد شويه عشان يطلع معانا خرطه بخرطتها كده. واحد بشاميل كباب هتاكله مش هتعمل لاي حد حساب. بص الكلام بقى عامل ازاي، بص الكلام عامل ازاي، جوسي وعامله ازاي. شويه الكباب بقى والصوص البني ده عامل وضع جوه زي ما انتم شايفين. اللهم اني صايم طبعا، انتوا عارفين ان انا مش هعرف ادوق حاجه كده اقسم بالله. واحد بشاميل مفيش موضوع. واحد بشاميل في الجنجاه. يلا اخواتي مستنيين ايه؟ اعملوا الوصفه وانا متاكد ان هي هتعجبكم جدا. اهم حاجه نصلي على النبي في الكومنتات وندوس لايك. انجو عليك يا اخواتي، ما تدوسوا لايك بقى.